السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الحكاية بموضوع جريمة في المنوفية. الجريمة دي من أبشع الجرائم اللي الواحد شافها في الفترة اللي فاتت. ليه أبشع جريمة في الفترة اللي فاتت؟ لأن فيها ولد عنده 4 شهور. ولد طفل عنده 4 شهور. القصة محمود عنده 28 سنة، آية عندها 22 سنة، متزوجين من 2 محمود يعمل في دولة من الخليج وآية ست بيت. الحقيقة الكل يشهد إن آية سمعتها زي الفل، وإن أصلا اختيار آية لمحمود بناء على تزكية من والدته. يعني والدته كانت مدرسة، درست لمين؟ درست لآية، فعارفة ان آية سمعتها زي الفل، وكانت مختلفة عن الطلبة التانيين في الفترة اللي هي كانت بتدرس فيها وهي موجودة ودي بتدرس لها. يبقى الموضوع جميل، وكل الجيران والأقارب بيشهدوا ان البنت دي زي الفل وسمعتها زي الفل. طيب، آية دي من بلد اسمها زنارة تبع مركز تلا منوفية، وهو من جنزور تبع مركز تلا منوفية، بينهم وبين بعض مسافة بسيطة جدا. محمود متزوج من آية من 2 متزوج من 2 محمود لسه واصل حالا يوم الخميس اللي فات، يعني قعد الخميس والجمعة والسبت ويوم الحد اللي هو امبارح نفذ جريمته. والحقيقة الغريب ان محمود لما نفذ جريمته وذبح مراته وابنه 4 شهور، نزل الجريمة على اللايف في الفيس. الحقيقة انا مش قادر يعني اعرف ازاي الجرأة اللي جات له انه يذبح طفل. يعني احنا سمعنا كتير على ان واحد ذبح مراته، ذبح ابنه عنده 10 سنين، 15 سنة، 12 سنة، ولكن طفل 4 سنين حاجة بصراحة يعني الواحد مش قادر يتكلم فيها. انا شفت الصور بس انا مش قادر يعني الواحد يتكلم، مش قادر اوصف اللي حصل. رئيس مباحث تلا فوجئ ان في ناس منزلة على الفيس ان في حد قاتل مراته لايف وبتاع وكلام من كده. فين يا جماعة ده؟ قالوا واحد اسمه محمود من قرية زنارة تبع المنوفية. اتجه للقرية، لقى محمود قاعد في قلب شقته جنب الجثث زي ما هي، يعني لا قام مشي ولا قام جري ولا عم. ايه يا عم محمود، ايه اللي خلاك عملت الكلام ده كله؟ قال لك عشان هي خاينة وانا غسلت عار بايدي. طب خاينة ازاي يا عم الحاج؟ قال لك دي جايالي حامل. يعني الحاجة اللي طبعا انا نسيت اقول لكم ان هو اصلا لما نزل على اللايف نزل على الفيس خاينة وتستاهل اللي هي فيه، كانت جايالي حامل. فطبعا يعني ايه جايالي حامل؟ انا مش قادر افهم. جايالك حامل، لما كانت جايالك حامل طب ما عرفتش اهلها ليه؟ وعرفت اهلك ليه؟ وعملت لها جريمة، يعني طلقتها، انفصلتوا باي طريقة، الموضوع كان يمشي زي ما يمشي من اوله. خلاص انت مش عاجبك الموضوع خلاص. انما في الاول وفي الاخر طب فين الولد؟ يعني كانت جايالك حامل، المفروض ان هي ولدت، طب هي فين؟ طب سقطت، طب عملت، طب انت ما قلتش الكلام ده ليه؟ طب ولو انت صبرت على الكلام ده، طب صبرت ليه؟ طب ايه القصة؟ طب ايه الحكاية؟ الغريبة ان الموضوع بصراحة يعني الواحد مش قادر ياخد فيه. يعني هل هو الموضوع فعلا هي كانت كده؟ هل هو تستر عليها وبعدين فوجئ ان هي يعني عملت حاجة تاني؟ الله اعلم. ولكن في الاول وفي الاخر مفيش اكتر من الروايتين دول ممكن يكونوا موجودين. الرواية الاولى ان هو هي ما فيهاش اي حاجة خالص والست زي الفل والدنيا جميلة وهو عنده بعض المشاكل النفسية، الله اعلم. الرواية التانية ان هو يكون اصلا صادق في كلامه وتستر عليها، ولكن بعد ما تستر عليها فوجئ ان هي في حاجة تانية والله اعلم برضه في الموضوع. الغريب بقى في الموضوع يا جماعة، الغريب في القصة دي كلها ان الكل يعني بيقول ان هما الاتنين كانوا كويسين جدا،
محمود شاب ملتزم جدا والبنت ملتزمة جدا والكلام ده كله. فأنا بصراحة يعني أنا ما بحبش برضو حتة نرجع تاني يا جماعة الموضوع العين حق. أنا برضو ما بحبش إن كل واحد لما يجي يقوم مش عارف إيه منزل الحالة على الفيس، ده منزل كذا، ده في خرج هو ومراته وده عملنا كذا، ده احنا مش عارف اشترينا ايه وقمنا عاملين كذا. الحاجات دي يا جماعة كلها والله ممكن تعمل يعني قلبان في البيوت. عامة الغريب في الموضوع برضو ان محمود كان بيجهز ورق لآية انه ياخدها. يعني محمود كان بيجهز ورق لآية عشان ياخدها معاه. طب ايه اللي غير الموضوع؟ يعني هو متصل بيها من شهرين او 3 وقال لها انا هعمل لك ورقك ان انت تسافري معايا الاجازه اللي جايه وناخد ابننا معانا. ايه اللي غير الموضوع؟ ايه اللي وداه للسكه التانيه؟ الله اعلم. حبيت اعرض لكم التفاصيل لحد دلوقتي، واحنا هنتابع بقيه كل التفاصيل، ولكن ده كل اللي معانا دلوقتي. وربنا يرحم آية. وطبعا الولد يعني الطفل يعني ما يعرفش حاجة، سبحان الله. ربنا يسترها علينا جميعا، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.